السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إياك أن تقتل إنسان بلسانك. قال الله في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إخواني، من المخاطر الكبيرة التي نرتكبها بحق أنفسنا ألا وهي إخواني خطورة الكلام، التكلم على الآخرين، ومن حيث نعلم أو لا نعلم بأن هذا الكلام له عواقب وخيمة، لعله يسبب بقتل النفس المحترمة، لعله يسبب هذا الكلام ماذا إخواني؟ بانتهاك العرض من حيث لا نشعر. فعلينا أيها الإخوة أيها الكرام، إذا أردنا أن نتكلم بكلام علينا أن نراجع هذا الكلام وأن نتأمل وأن نتفكر فيه حتى لا يقتل بسببنا ماذا؟ إنسان أو ينتهك عرض وما شاكل ذلك. ويقول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام الشاهد على ذلك: كم من دم سفكه فم، يعني ايش من الدماء التي سالت بسبب ماذا إخواني؟ بسبب كلمة خرجت من ذلك الشخص أو من هذا، فانتهك بها العرض وسفك بها الدم، كما يقول المولى أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. وحقيقة إخواني أكثر خطايا بني آدم في لسانه. وأيضا أيها الأحبة ورد عندنا في الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أنه يؤتى في يوم القيامة بقارورة أو محجمة فيها دم، ويقال: هذا نصيبك من دم فلان. اسمعوا يا ناس، يا عالم، يا شباب، يا كرام، هذا نصيبك من دم فلان. فيقول ذلك الشخص: يا رب، أنا لم أقتل ولم أجرح ولم أفعل هذه الأمور، أنا عندي ثقة بنفسي، أنا ما قاتل أحد في عالم الدنيا، إلى أن قبضت روحي لم أجرح، لم أتعدى على أحد. فيقول الله سبحانه وتعالى: صحيح، لكنك تكلمت بكلمة فبلغت مشارق الأرض ومغاربها، فسفك بها الدم الحرام وانتهك بها العرض الحرام. فأيها الإخوة ينبغي علينا أن نحذر. إنسان مجرد أنه يتكلم بكلمة يشوفها هو مو مهمة عنده، واضح له لا، أو ما تسبب خطورة، لكن تكون هكذا النتائج. فعلينا أن نتدارك الأمر أيها الأحباب، ونعي ونتأمل ونتفكر في كل كلمة نتكلمها. جزاكم الله خير. وأيضا من الشواهد التاريخية على كلامنا هذا إخواني أن أبا داود السجستاني، هذا الرجل من أعلام العصر في زمن الإمام الجواد عليه السلام، هذا الرجل إخواني حسد الإمام الجواد على علمه، على هيئته، على ما فضله الله سبحانه وتعالى به. فقال هذا الرجل إخواني أبو داود السجستاني، قال: أنا سأتكلم بكلمة وأعلم أني سأدخل النار بسببها. ماذا فعل إخواني؟ هذا حرض على قتل الإمام الجواد، تكلم للمعتصم وللطغاة في ذلك الزمان أن يقتلوا الإمام الجواد عليه السلام، وبالفعل إخواني وشى بالإمام الجواد وتسبب بقتله، فعليه لعائن الله. فإخواني شوفوا خطورة الكلام، فعلينا أن نتأمل ونتفكر. وأيضا أيها الأحباب الوارد عن أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمد عليهما سلام الله أنه قال: من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة، يعني بنصف كلمة، جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. فإحنا إخواني ما مستعدين أنه نتكلم بكلام ونخسر آخرتنا. فعلينا أيها الأحباب كما يقول المولى أمير المؤمنين عليه السلام: إذا هممت بأمر فتفكر في عواقبه. علينا أن نتفكر في كلامنا وفي كل خطوة نخطوها حتى إن شاء الله
نكتب عند الله سبحانه وتعالى من الناجين الموفقين بإذنه تعالى، والحمد لله رب العالمين.